السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بنعمة وصحة وستر. حالا بنوتة بعتلي فيديو دكتور صيدلي. بنوتة بتسأله، عاملة معاه حوار، فبتقول له يا دكتور هل في برشام او تابلت او حبوب ممكن ناخدها بالفم تبيض الجسم؟ قال لها ايوه. قالت له ايه هي الحبوب يا دكتور؟ قال لها الحبوب اسمها كابرون. قالت له بتبيض الجسم في خلال قد ايه يا دكتور؟ قال لها في خلال 14 يوم، اسبوعين 2 بالظبط، بتكون نتيجة الحبوب واضحة جدا والجسم فتح وبقى ابيض جدا. طبعا في الكومنت بقى دخلت طبعا اشوف الكومنت زي الوصفة اللي احنا عاملينها قبل كده، اللي هي بتاعت امبولات الكابرون والامريكيه. فدخلت اشوف ال الكومنت، لقيت ناس كتير بقى عامله كومنت، يعني يا جماعه بلاش الحقن دي او البرشام ده عشان هو بتاع النزيف. المحظورات الاول الدكتور قال ما يكونش حد عرضه للجلطات، لان هي ده للنزيف يا جماعه. ففي واحده بصراحه قالت كومنت كده، قالت يا جماعه في ناس عندها البياض وشكلها العام ده بيأثر على عيشتها وعلى حياتها، لا يقل خطورة عن النزيف وعن الأمراض اللي احنا بنتعالج منها يعني. فبصراحة الكومنت خلاني وقفت قدامه يعني. فعلا في ناس حياتها ممكن تقف على ان هي مثلا معلش آه، يعني مش بيضة قوي، زوجها بقى مش عارفة يقول لها انت زي مين انت. في حوارات كتير قوي بين الازواج والزوجات يعني. فالموضوع بالنسبة لها، بالنسبة للبنوتة اللي عايزة تبيض او تبقى فاتحة او لا يقل اهمية او خطورة عن الناس اللي عندها امراض وكده. فاحنا يا جماعة درجة الخطورة انا اللي حددها. بس المشكلة هنا ان في برضو واحدة قالت في الكومنت ان في البرشام ناقص في السوق، وكمان الحقن ناقصة في السوق. برضو ردت عليها واحدة قالت لها يا حبيبتي لا مش ناقص، انا جبتها ولقيتها موجودة في الصيدلية عادية وسعرها عادي. فده اللي انا طالعه اقوله، ان احنا عملنا الوصفه بتاعت الكابرون. معلش انت يوم ما تعملي هتجيبي الثلاث الامبولات الكابرون والامبول الامريكيه والريتش بانسينول، تعملي الوصفه دي بتخليها مثلا معاكي. هي بتكفي بصراحه اكتر من شهر ونص. بتاخدي يعني كريم بترطبي حاجه عاديه يعني، مش بتاخدي، مش بنسقسق، مش بنعمل فطير يعني. البرشام قالك بتاخدي قرص الصبح وقرص بالليل، قرص الصبح وقرص بالليل، مرتين في اليوم. فقالك في خلال ال 14 يوم النتيجة بتبقى حلوة جدا. ده مش كلامي يا جماعة، ده كلام دكتور، وأنا مش دكتورة ولا ببيع كابرون، عشان بس أنا بقول لكم أو بنتناقش في موضوع. فعشان كده بقولك يعني انتي أدرى بحالة اللي عندك. يعني انتي عارفة ان البياض ده مش مهم بالنسبة لك ولا بالنسبة للطرف التاني، فعادي. انا بالنسبة لي ده لا يقل اهمية عن النزيف، فبرضه عادي. انتي الوحيدة اللي تقدري تحكمي الوصفة دي تنفعك او ما تنفعكيش، او الفلوس اللي بتدفعيها دي برضه جايبة همها ولا مش جايبة همها، او اللي انتي بتحرمي حد ان هو مثلا الحقنة دي بتاعت نزيف تعرضي حياته للخطر. انتي الوحيدة اللي تقدري تحكمي على الموضوع ده. عشان كده بقولك يعني الموضوع في ايدك. انما رأي الدكاترة بيقول اكتر من دكتور وثلاثة وخمسة. الدكتور اللي انتوا كنتوا قايلين لي عليه ربنا يعني يكرمه، اللي هو كان عامل الوصفة الاولانية بتاعت الكابرون الامريكي، والدكتور التاني اللي هو النهاردة بيقول ان الكابرون فعلا بيفتح، وان في ناس بتاخده عشان يوحد لون الجسم تماما ويخليه لون واحد ومفيهوش اي تصبغات في خلال 14 يوم. ليكي مطلق الحريه. انا عايزه اقول لك ان انت لو اشتريتي الكابرون ووصلت لدرجه البياض مش هتجيبيه تاني، فهتحاولي تحافظي وتظبطي على كده. وبرده كذلك اللي هو الامبولات. فالموضوع بالنسبه لك ليكي انت الاختيار. انا شايفه ناس كتير جدا مقبله عليه وبتشتريه، فالموضوع ليكي الاختيار. بس انا باكد لك معلومه ان هي جايه من دكتور صيدلي، وقال ان فعلا في 14 يوم برشام الكابرون بيجيب نتيجه حلوه جدا جدا وفعاله. انا عايزه اقول لك ان انا خلصت الكابرون بتاعي يعني الحمد لله معايا. مش اللي هو جاب نتيجه قوي ولا ما جابش قوي، اللي انا وشي عايزه اقول لكم ان ما عنديش تصبغات قوي زي ما انتم شايفين كده. فبالنسبه لي حلو ومرطب والدنيا حلوه، فاهميني؟ ففي بنات بقى معايا بتقول ان هو جاب معاهم نتيجه من اول اسبوع تحفه، وفي بنات خدت البرشام وبتقول النتيجة هايلة، وفي بنات بتقول ما جابش معايا نتيجة خالص. هي في الأول وفي الآخر استجابة بشرة، زيه زي أي كريم. أي كريم ممكن تجيبي من على سايت، بتجيبي كريم غالي جدا 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 وما يجيبش معاكي النتيجة. ممكن تجيبي علبة كريم صغيرة قوي وسعرها بسيط جدا وتجيب معاكي نتيجة حلوة، فاهميني؟ فأنا حبيت بس أوضح ده لأن جالي أسئلة كتير جدا 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 عن الموضوع.
فاحنا قلنا دلوقتي الكابرون بيتاخد مره الصبح ومره بالليل، وفي خلال 14 يوم رأي الدكتور بتكون النتيجه حلوه جدا جدا. وجربي، يلا اعملي سبسكرايب للقناه بقى، واعملي سبسكرايب للقناه التانيه مع اماني منوعات وحاجات بنات، واعملي سبسكرايب للقناه وصفه طبيعيه وكريم الصيدليه. وربنا يخليكم ليا، ودايما كده نتناقش في الموضوعات الجميله دي، وربنا يخليكم كلكم بيض قشطه زي ما انتوا عايزين، واحقق لكم كل ما تتمنوا. سلام.